بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها انفجار أو انسحاق الغواصة تيتان، وهي غواصة سياحية كانت بصدد أنها تهبط إلى حطام سفينة تيتانيك. وهذه الغواصة تعمل في هذا المكان منذ 5 سنوات من سواحل كندا إلى عمق حطام تيتانيك، لكنها هذه المرة انسحقت بسبب ضغط الماء، انفجرت على بعمق 3000 متر، يعني 3 كيلو مترات. يقال أن كل سنتيمتر واحد من هذه الغواصة كان يتحمل ضغط الماء فوقه تقريبا 400 طن. فتخيلوا 400 طن على سنتيمتر واحد، يعني كأن حضرتك كده فوقك 10 عمارات سكنية أو شيء من هذا القبيل. قتل في الحادث 4 من رجال الأعمال ومؤسس الشركة نفسها. هنا حضراتكم فيديو جرافيك يشرح كيف وقع الحادث بسبب ضغط المياه الشديد فوق هذه الغواصة، والغواصة منذ سنوات وفي إهمال في الصيانة، وهذا أدى إلى انسحاق الهيكل. يعني هذا هو الهيكل، الماء في الأعلى وفي الأسفل، والماء بيضغط فسحق جسم الغواصة فانفجرت للداخل وتفتتت. تعالوا نشاهد. وقتل في الحادث 5 أشخاص، هم أولا سائق الغواصة نفسه، ملياردير بريطاني وغواص فرنسي وملياردير باكستاني، وابنه كان موجود في الحادث. طبعا كما ذكرنا هذه رحلة سياحية، فهم دفعوا ثمن التذكرة للنزول لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك 250 ألف دولار أمريكي. فكل واحد منهم دفع 250 ألف دولار أمريكي. رحلة كأنك بتركب طائرة يعني، وتذهب إلى مكان سياحي أو بتركب سيارة للذهاب إلى رؤية بركان أو آثار أو شيء من هذا القبيل. فحطام تيتانيك أثري فبيجري النزول له، ولكن طبعا تيتانيك على عمق 4000 متر. هنا في CNN عربي، الضحايا هم رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج، والملياردير الباكستاني شهزادة داوود ونجله سليمان، والغواص الفرنسي بول هنري، والشخص الخامس هو ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أوشان جيت بوابة المحيط التي قادت الرحلة. فبالتالي صاحب الشركة نفسها ومؤسس الشركة أو قيادي كبير في الشركة هو معاهم، فلا توجد مؤامرة ولا أعتقد أنه يعني ممكن همل في نفسه، الله أعلم همل في نفسه ولا لا، لكن في إهمال واضح تماما، وخاصة أنه في شكاوى من بعض العاملين في الشركة أنه في مشاكل فنية وجار طردهم. حضراتكم ديت شكل الغواصة من الداخل، وطبعا هذه صورة أرشفية، ليس هؤلاء هم الضحايا. طبعا رحلة الموت التي حدثت كان فيها هذا الشخص فقط، وهو قتل في الحادث. وهي الغواصة عبارة عن كبسولة دائرية كما تشاهدون، ليس فيها أي مقاعد، بتجلس على الأرض، فيها غاز يكفي 96 ساعة. هنا حضراتكم رسم جرافيك، لأنه لم يتم استعادة أجساد هؤلاء الضحايا، لأنه يفترض أنه وفقا للضغط فإنه أجسادهم سوف تتفتت وتتمزق. لأنه تخيل مثلا نزرع الإنسان كده في الماء في عمق 3 كيلو متر، فأنت شايل فوق جسمك ماء 3 كيلو متر، أنت حتى لا تستطيع أن تحمل عمارة فوقك 3 كيلو متر، فما بالكم هذه. تخيل بقى العمارة دي مملوءة بالماء. فهذا جرافيك أنه يفترض أنه جرى سحق عظامهم، جرى سحق لحمهم، وطبعا لم يتم استعادة الجثة. وهيفترض أنه الحيوانات الأسماك والقرش غير ذلك فلم يتم استعادة الجثث يعني. هنا حضراتكم صورة، دي صورة للشركة نفسها، لأن الشركة بتروج على موقعها وحساباتها نشاطها السابق طوال السنوات ال5 الماضية، رحلاتها. فدي صورة للغوص. هنا حضراتكم صورة للسفينة تيتانيك اللي هي غارقة في قاع المحيط الأطلنطي على عمق 4000 متر، يعني 4 كيلو متر. طبعا هذه صورة بالكمبيوتر، يعني صورة رسم بالموجات الصوتية وليست تصوير فوتوغرافي يعني. هنا حضراتكم ده نموذج مثلا كيف بيجري الجلوس داخل هذه الغواصة. الغواصة فيها فتحة زجاجية في الأمام. الركاب من يريد أن يشاهد منهم
بيجلس في الأمام ويشاهد المياه، وطبعا في أنوار وفي شاشات على الجانبين كما نشاهد. هذه الغواصة بيجري إطلاقها من على منصة إطلاق، يعني يسحبونها في الماء كما تشاهدون ويأخذونها إلى مكان، لأن هي الغواصة ليست للسباحة أصلا، يعني ننتبه، يعني هم يسقطونها بشكل شبه عمودي، وهي طبعا تسير للأمام والخلف والأعلى والأسفل لكن ببطء، يعني هي ليست سفينة. فيجري نقلها بالقرب من السفينة تايتانيك، وهي تحطمت على بعد 400 متر من سفينة تايتانيك فقط. حضراتكم هنا تكوين هذه الغواصة. هنا في هذه المنطقة فتحة الدخول، يعني فتحة بيفتحوها وينزلوا فيها. هنا النافذة الزجاجية لمن يجلس فيها. هنا آلات الدفع الخاصة بها. هنا اسم الشركة. هنا المادة، جسم الغواصة نفسه مصنوع من ألياف الكربون والتيتانيوم. طول الغواصة 6 متر و7 من 10. ارتفاع الغواصة 2.5 متر. السرعة القصوى 3 عقدة. أقصى عمق 4000 متر، يعني 4 كيلو مترات تحت الماء. هنا حضراتكم بيورينا ما الذي جرى. أن الغواصة لم تستطع الوصول لهدفها، فالغواصة انطلقت من هذه المنطقة. كان مفروض توصل إلى هذا المكان عند السفينة تايتانيك، والسفينة تايتانيك على عمق 4000 متر في عمق البحر، وهي غرقت من 100 سنة. فالذي جرى أنه الغواصة نزلت من سطح الماء حتى وصلت إلى 400 متر فقط، ولم تستطع أن تكمل إلى السفينة تايتانيك. هي انفجرت وتشظت. طبعا هم لم يستخرجوا حطام هذه السفينة، إنما فقط رصدوا بالموجات الصوتية أن في حطام، لكن لم يستخرجوا حطام. استخراج حطامها طبعا محتاج إمكانات ومعدات، وهي ممكن تشظت في أماكن كثيرة. ويقولون أنه البحث والتحقيق سوف يستمر. وطبعا الجثث سحقت، يعني أين الجثث الآن؟ الله أعلم. فالجثث مفقودة يعني. هنا حضراتكم بقى خبر مضحك في صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية. البحرية الأمريكية ادعت أنها سمعت انفجار تايتان منذ 4 أيام، وأن هي الميكروفونات التجسس الخاصة بها تحت الماء المصممة لاكتشاف غواصات العدو سمعت هذا الانفجار. البحرية الأمريكية قالت احنا عندنا ميكروفونات تحت في المحيطات كي تتجسس إذا في غواصة روسية أو صينية اقتربت أو شيء من هذا القبيل، واحنا سمعنا هذا الانفجار. طب يا جماعة، لما انتوا سمعتوا الانفجار لماذا لم تعلنوا هذا من اليوم الأول؟ إنما هم انتظروا، أو مش هم انتظروا، يعني بعد ما اتضح أن السفينة انفجرت وخفر الساحل الأمريكي ظل يبحث يمينا ويسارا ولا يعرف أين السفينة، بعد 5-6 أيام بعد ما جرى التأكد أن من على متن الغواصة قتلوا والغواصة انفجرت وتحطمت، يخرج الجيش الأمريكي ويقول إيه؟ كنا نعلم. طبعا ده ادعاء علمي بأثر رجعي. والله كان الصمت أولى، يعني الصمت كان أفضل، بدل ما تطلعوا تقولوا إحنا كنا نعرف. لو أنتوا كنتوا تعرفوا لم يكن هناك داعي أن يظل البحث 5 أيام أين ذهبت الغواصة، أين ذهبت الغواصة لما أنت عارف إنها انفجرت يعني. المهم يعني هنا حضراتكم رسم يوضح الأعماق بعض السفن. يعني انظروا، هنا مثلا سفينة في عمق البحر غارقة، هنا سفينة أخرى في عمق البحر. طبعا المحيط يا جماعة عبارة عن جبل، وكل ما تطلع جبال جبال جبال. طبعا عمق المحيطات 12 كيلو متر، يعني أعلى من قمة جبل إيفرست. جبل إيفرست في الهند 8 كيلو مترات. تعالوا نشاهد.
هنا صور لرحلات سابقة لنفس الغواصة. كما تشاهدون هذه منصة الإطلاق، وهذا طبعا القائد ده قتل في الحادث، نحن شاهدنا صورته. طبعا هذه طريقة الجلوس داخل الغواصة، أنك بتجلس وبتشاهد وبتتفرج كما شاهد. هنا مثلا دي سائحة في رحلة سابقة وهي بتلتقط صور لحبار البحر من خلال زجاج الغواصة. هنا مثلا أيضا أحد السائحين وهو بينظر على الدلافين والتصوير من داخل الغواصة. هنا صورة حقيقية، يعني لما الغواصة وصلت في رحلات سابقة إلى سفينة تايتانيك، هذه هي السفينة كما تشاهدون، وتلاحظون أن السفينة فيها تصدعات لأسفل، لأنه يقولون أن السفينة هذه ستختفي خلال 20 أو 30 أو 40 سنة، لأنه جسمها بينهار بسبب ضغط المياه فوقها. هنا حضراتكم أيضا بعض الأسماك، طبعا ده تصوير للغواصة في رحلات سابقة. هنا مثلا أسلوب التحكم في الغواصة. هنا أيضا تصوير لبعض السياح داخل الغواصة. طبعا عايز أقول أن هذا الحادث سيؤدي إلى زيادة الرحلات، يعني إنها تطلع شركات، لأنه الموضوع كده أصبح معروفا أكثر وأصبح دوليا، يعني هيكسبوا. هنا صورة سابقة للغواصة. في الختام نقول صدق الله العظيم القائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. في الختام هنا كتاب عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لعالم رياضيات كندي، وهو أسلم، وبيحكي قصة أنه أحد البحارة أخذ نسخة من القرآن الكريم، ولما قرأها قال: هل كان محمد بحارا؟ لأنه هذه الظواهر والوصف لما يجري في البحر لا يمكن إلا أن يكون من بحار متمرس، فكيف أمكن لرجل في الصحراء أن هو يعرف هذه المعلومات عن البحر وأسلم هذا البحار؟ فأرجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر ورابط قناة تليجرام، أرجو الاشتراك في القناة. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.